طيب، السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معكم احمد امين، ده الفيديو الرابع من سلسلة ال HTML اللي حابب اتكلم فيها النهاردة عن 3 حاجات. اول حاجة فيهم هي فكرة الدوك تايب او التاجة بتاعة الدوك تايب، وتاني حاجة حابب اتكلم عنها هي معنى الكومنتس او ايه هي الكومنتس واللي هي بتتكتب كده. تالت حاجة وده برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا هنتكلم عنها هي الديف تولز، بغض النظر عن بتاع الخردة اللي بره، بس انا هكمل الفيديو ان شاء الله علشان دي المرة التالتة اللي بسجل فيها، فبالتالي اعذروني وانا بعتذر عن حاجه زي كده. طيب الديف تول احنا هنستخدمها كتير جدا في الفترات اللي جايه، ولكن خلينا نتكلم الاول عن ايه هي الدوك تايب. الدوك تايب اختصار لحاجه اسمها دوكيمنت تايب، دوكيمنت تايب ديكلاريشن. فالدوكيمنت تايب ديكلاريشن ده ايه لازمته؟ بيخلي البراوزر بتاعنا يعرف ان احنا ماشيين على انهي معيار من معايير ال HTML او انهي فيرجن من الفيرجنز بتاعه ال HTML. احنا دلوقتي لما بنكتب السطر ده، واكشلي احنا مش هنشوف السطر ده تاني على ما اعتقد يعني، بس لما بنكتب السطر ده فاحنا بنقول له ان انت في الفيرجن بتاع ال HTML5. كان زمان ايام ال HTML4 كانوا بيستخدموا السطر ده علشان يقدروا يقولوا ان احنا بنستخدم ال HTML4 للبراوزر. خلاص. وده كان لازمته انه في فكره ان هو ما يخليش المتصفح بتاعك او البراوزر بتاعك ان هو ما يتعاملش بالحاجه اسمها كويركس مود. الكويركس مود ده بيخلي العناصر اللي موجوده في البادي، التاجه بتاعت البادي اللي احنا المفروض بنكريتها مع الهيد مع ال HTML تاج مع الكلام اللذيذ اللي احنا شرحناه في الفيديوز اللي فاتت، بيخليها تتعامل مع التاجز بتاعه البادي زي ما احنا بنقول كده بوضع مش ما فيهوش توافقيه. هو مش عارف هو يعمل ايه، مش عارف الاليمنت اللي جاي ده هيعامله ازاي. بيحس ان هو مشوش في حاجه غريبه لو هو مش متحدد له هو شغال على انهي فيرجن. ما هو علشان كده بيفضل يقلب ما بين الاتنين. طيب خلينا نروح ندور على فكره ازاي نعرف في ال في ال في الويب بيج بتاعتنا ازاي نعرف ان احنا شغالين على انهي مود من المودز. فهي هتبقى حاجه بايخه، بس هي هتبقى مقدمه لايه هي الديف تول. طيب احنا دلوقتي عندنا او انا عامل الكونتنت ده مسبقا، فاحنا خلينا نعمل له ان كومنت كده ونروح عاملين سيف. طيب احنا خدنا ان الدوك تايب دي احنا كاتبينها فوق، فاحنا عايزين نجيبها هنا كده ونعتبر ان دي اول الصفحه. خلاص، هو لما بننشئ الصفحه بيكون دي اولها وهكذا. ال HTML تاج زي ما احنا عاملينها، الهيد زي ما احنا اتعلمنا، البودي بغض النظر عن الستايلز تاجز دي عادي، انا بس عاملها علشان يكون في شكل مش اكتر في البراوزر. طيب احنا بنعمل كليك يمين في اي مكان في الصفحه حرفيا، وبعدين بنعمل انسبكت. انسبكت دي بتفتح لينا الديف تول. الديف تول دي بيكون فيها كل التابس اللي احنا محتاجينها علشان نعمل اللي احنا عايزينه من ملاحظات، من ان احنا عايزين نديتكت حاجه، من هنكتشفها اكتر واكتر واكتر في الايام اللي جايه ان شاء الله. بس احنا دلوقتي هنتكلم عن تاب اسمها الكونسول، ودي هنتكلم عنها كتير جدا 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 في الجافا سكريبت ان شاء الله مستقبليا. بس فور ناو محتاجين ان احنا نتشيك بس على الحاجه بتاعه الدوك تايب دي. خلاص، بس على فكره كل ده فور نوليدج مش اكتر، يعني انت بس محتاج تعرفه مش اكتر ولا اقل. يعني ده ملوش ادنى علاقه بالكود، انت بس هتحط الدوك تايب دي وخلصت الحكايه. يعني مالكش دعوه باي حاجه، بس هي الفكره ان انت تكون عارف الموضوع ماشي ازاي. طيب احنا بنعرف منين؟ من حاجه اسمها دوكيمنت دوت كومبات مود. دي لو رحنا حطيناها في الكونسول كده، خلينا نقول ايه القيمه الاولى اللي هي بتاعت CS1 كومبات، CSS1 كومبات دي المفروض كانت الستاندرد مود، ودي الكويركس مود. خلاص، ده المود بتاع الريندرنج اللي ماشي في الاليمنتس اللي احنا بنعرضها في البودي. بس احنا كده خلصنا ايه هي الدوك تايب وايه لازمتها وبتعمل ايه وليه لازم نحطها في كل البروجكتس بتاعتنا اللي احنا نعملها ان شاء الله مستقبليا. طيب عندنا تاني حاجة قلنا هنتكلم عنها هي الديف تول او الديف اليمنت. الديف تولز يا ربي اليمنت ايه المفروض ان احنا بنستخدمه في حاجات كتير جدا. طيب ايه هي الحاجات الكتير جدا دي؟ التابة بتاعت الاليمنتس حرفيا بتوضح لك كل حاجة انت كاتبها، كل حاجة انت كاتبها في ال HTML فايل بتاعك بتكون باينة هنا بلا استثناء لأي شيء. الكونسول اللي احنا لسه مستخدمينه
في حاجه اسمها سورسز اللي هي فيها الفايلز بتاعتك مش عارف ايه، ودي برضو المفروض هنعرفها بعدين. نتورك نفس القصه هنعرف عنها كتير بعدين. بيرفورمانس ده اللي بيبين لك البيرفورمانس بتاع الصفحه بتاعتك ماشي ازاي. الميموري بتاعتك، في حاجه اسمها ابلكيشن دي هنستخدمها كتير جدا خصوصا في السكشن بتاع الاستورج ده، في الخط في الحاجات اللي جايه ان شاء الله يعني باذن الله، يعني اكون انا اللي بعملها باذن الله. في حاجه اسمها لايت هاوس، دي برضو بتستخدم علشان نعرف البرفورمانس والاكسسبيليتي والبيست براكتسز والاس اي اوز في التشيكنج والكلام ده كله. فدي حاجات لسه هتستخدم بعدين، بس ده هو ده الانسبكتور، هو ده بكل بساطه الانسبكتور. وهنستخدم منها اكتر حاجه في الفترات الجايه ان شاء الله هي دي البيكينج تول دي، بحيث ان احنا عايزين نقف على اي اليمنت من الاليمنتس دي نقدر ان احنا نقف عليه ونديتكته. خصوصا مثلا ان انا بضغط عليه مثلا كده اهو، بضغط على الاليمنت ده كامل فهيجيب لي الاتش 1 حددها لي. بضغط على مثلا كلمه ديف تول فهيجيب لي السبان اللي فيها الديف تول وكل الكلام الجميل ده. طيب كده الديف تول. ايه هي الكومنتس؟ بكل بساطه الكومنتس هو ده بس بنعمله ازاي؟ من حاجه اسمها كنترول ماشي، اللي هي اللي موجوده عندك في الكيبورد بلس حرف الظا. يعني انت لو كتبت اي حاجه كده ورحت عامل كنترول حرف ظا عملها لك كومنت. انت في ال HTML بتحتاج الكومنتس في ايه؟ بكل بساطه احنا خلينا نمسح كل الكلام ده ونرجع لفوق خالص عشان اوضح لكم الكومنتس بتتكتب فين وليه. الكومنتس بتتكتب في اي حته خلاص. يعني انا مثلا لو جيت هنا اللي هو واحد لسه بيتعلم ال HTML، طيب عايزين نكتب كومنت بيوضح ان احنا شغالين على فيرجن 5. بكل بساطه كتبنا كومنت which is معناه ان انت شغال على الستاندرد مود. طيب هنا عايزين نكتب ان انا هعمل كومنت اقول له احنا شغالين اللانجوج بتاعتنا انجلش، لانجوج بتيكوال انجلش ماشي. فهو ده استخدام الكومنتس. طيب استخدام تاني ممكن اهمش ال H1 ده، لو رحت بصيت في البراوزر مش هنلاقيه. طيب عايزين نرجعه تاني، سيف، رجع تاني. طيب انا عايز اعمل كومنت لاول كلمة بس اللي هي الدوك تايب اللي هي اللي في الاول دي، وهكذا وهكذا وهكذا. انا ممكن اهمش عناصر كتير، ممكن اهمش اكواد كتير. طيب الحمد لله الفرح خلص. انا بس محتاج اعرف منكم اذا كنتم محتاجين اي شرح تاني للكومنتس او للدوك تايب او لفكرة الديف تول. الديف تول احنا كده كده لسه هنتكلم عنها كتير جدا، وهنعرف ازاي بنستخدمها من خلال ان احنا فعلا هنستخدمها. يعني احنا فعلا هنستخدمها خصوصا في الفيديوز بتاعه السي اس اس كتير جدا. بس يعني برضو لو حابين تعرفوا عنها اكتر ممكن تدوروا بايديكم. وعندنا العاب شات جي بي تي ممكن برضو يعني نهريه اسئله، نقول له ايه هي الانسبكتور تول او حرفيا ايه هي الديف تول. معلش انا كتبتها غلط بس هو يفهمها ان شاء الله عادي. يعني عمنا وعم الناس وانا قلت عليه عبد بس هو فعلا عبد. انت ممكن ترمي له اي حاجه هيفضل يشرح لك زي ما احنا قلنا، دي العناصر، دي الكونسول، دي نتورك، دي مش عارف ايه. وده تشات جي بي تي. يعني ممكن تسيرش في جوجل، ممكن تسيرش عن حاجات اكتر واكتر واكتر واكتر، واللي ما تعرفوش ممكن تسيرش عنه اكتر. يعني مثلا هنا في حاجه اسمها جي دبليو تي توكنز وحاجات كده ومش عارف ايه، ممكن تسيرش عنه اكتر واكتر واكتر واكتر. خلاص، اتمنى يا رب اكون وصلت المعلومه، اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، اتمنى اكون فدتكم. لو في اي اسئله، لو في اي حاجه، لو في اي حاجه واقفه معاك حابب تعرفها اكتر و سيرش ثم سيرش ثم سيرش وبعدين ابقى اسالني. كان معاكم احمد امين، وده كان الفيديو الرابع من سلسله ال HTML. سلام عليكم.